يقدر يستغنى عن الأكلة الشهيرة اللي كلنا بنحبها جدًا هي الكشري، وطبعًا ما ننساش الفواكه بتاعة الكشري دقة الخل وكمان دقة الشطة. أنا حمّصت كمان معاها عيش تمام، ولو عايزة تقليه ده بيكون يعني سهل. هنجيب دلوقتي المقادير: نُص مَج من العدس بجبة وحطيناه في المَيّة السخنة زي ما إحنا شايفين وبنحطه على النار، لكن لو هتفلفليه مع الرز لأ، أنتِ كده هتحطيه في المَيّة السخنة وتسيبيه لحد ما تيجي وقت الرز. وعملنا زيه بالضبط الحمص تمام، بس الحمص طبعًا بيتحط على النار، وجبنا بقى شوية من البصل الأبيض وقطعناه وحطينا فيه ملح وفلفل أسمر وشوية من الخل، وحطيناه كده في مصفى علشان تنزّل المَيّة بتاعته لحد ما نيجي نشتغل فيه. هنجيب دلوقتي نفلفل الرز معانا يعني 4، 5 معالق من الزيت، عليهم مَج كامل من الشعرية، وبعد ما بنحمّرها بنحط مَج إلا ربع من الرز تمام، وبنفلفله وبعد كده بنحط له ملح وبنحط له كمان شوية صغيرين من الفلفل الأسمر، وبنحط له المَيّة السخنة بتاعته، وبعد كده يعني دول يتحط عليهم كوبايتين من المَيّة تمام، وسيبناه بقى يتشرب ويستوي مع نفسه. جبنا دلوقتي البصل حطينا فيه نشا وحطينا فيه دقيق علشان خاطر يقرمش معانا، وبعد ما قليناه زي ما إحنا شايفين بس بتطلعيه شوية فاتح علشان ما يحمرش جامد معاكِ. جبنا من الزيت بتاع البصل وحطيناه في الحلة، وهنحط دلوقتي معلقة كبيرة من التوم وكمان الملح والفلفل الأسمر والكمون. هي دي التوابل بتاعة صلصة الكشري. التومة مش بنخليها تحمر جامد. وبعد كده لو عندك طماطم بقى بتجيبي الطماطم وبتعملي كيلو طماطم حمرا، بتفرميها في الخلاط على المقدار اللي احنا عملناه ده. ولو عندك زي كده طماطم سهلة كده متسبكة وجاهزة محطوطة في الفريزر بتطلعيها بتحطيها على النار وشوية مية زي ما هنشوف دلوقتي وغلوة واحدة وكده خلاص مش محتاجين الوقت الطويل في الصلصة تمام. بس كده هنجيب دلوقتي بقى الدقة بتاعة الشطة. هنجيب معلقتين 3 من الزيت اللي احنا برضو قلينا منه، ولو عايزة تغيري الزيت ده بقى براحتك. وهنحط فيه معلقة كبيرة من الشطة، بس تخلي بالك ان الشطة ما بتاخدش اصلا سوا فممكن تحمر بسرعة تمام. زي ما هنشوف دلوقتي الزيت سخن هنحط معلقة كبيرة من الشطة، وبسرعة تقليبة واحدة نكون مجهزين الصلصة اللي احنا عملناها بتاعة الكشري وبناخد منها وبنحط عليها. ولو محتاجة تحطي شوية من المية لو حسيتها تخينة قوي تمام. طبعا مش بنحط لها توابل لان هي اصلا الصلصة متبلة جاهزة. هنجيب دلوقتي الدقة بتاعة الخل، بنجيب المية السخنة بنحط فيها خل وثوم وليمون وكمون بس كده، وبعد كده بنطفي عليها النار. وبكده خلاص خلصت معانا كده الكشري بتاعنا خلص. طبعا انا كنت سلقه المكرونه عقل واسباجيتي بس سلقتهم الاتنين في حله واحده مع بعض. في حاجة بقى لو انت حاسة ان الموضوع هيكون كبير عليكي ممكن تحطي كل دول في حلة واحدة، تفلفلي الرز وتحطي معاهم العدس بجبة اللي مغسول ومنقوع، وتحطي معاهم المكرونة وهي مش مسلوقة. بس بصراحة انا بحس ان كده الاكلة هتكون تقيلة قوي، عشان كده انا بحب اسلق المكرونة من بره. وبكده خلصت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم.